المغرب يساعد السيطرة على سماء الصحراء المغربية من إسبانيا، والبوليساريو تهددها بالهجوم. وفي التفاصيل يتواصل قلق جبهة البوليساريو الانفصالية من الخطوات المتقدمة التي تخطوها كل من إسبانيا والمغرب في مجال تعزيز علاقاتهما الثنائية وتسوية العديد من القضايا، من بينها قضية الصحراء والمجال الجوي الخاص بالصحراء. ويتعلق الأمر هذه المرة بالمفاوضات التي كشفت عنها مدريد بشأن المجال الجوي للصحراء، والتي تجريها مع المملكة المغربية. وحسب وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية أوروبا بريس، فإن الحكومة الإسبانية كشفت عن إطلاق مباحثات حول تدبير المجال الجوي مع المغرب تنفيذا للنقطة السابعة من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل من عام 2022، وهو نفس الإعلان الذي رسخ الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء. ووفق ذات المصدر، فإن مبعوث جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله العربي أعرب في تصريح لأوروبا بريس عن قلق الجبهة الانفصالية من المفاوضات الجارية بين إسبانيا والمغرب لتسليم المملكة المجال الجوي للصحراء، ومعه أيضا المجال البحري للأقاليم الصحراوية التي تعتبرها الجبهة الانفصالية أقاليم محتلة من طرف المغرب. وتعتبر الجبهة الانفصالية أن الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز سبق أن طعنت الشعب الصحراوي المزعوم في الظهر بإعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وأن ما حدث وما يحدث بعد ذلك من مفاوضات مع المغرب هي طعنات مستمرة من إسبانيا، أو بالأحرى من مدريد، لجبهة البوليساريو ولسكان الصحراء، حسب ما قاله ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا. نشكركم على حسن المتابعة.